أكلة مصرية قديمة جرت مع مياه نهر النيل وفاضت بالخير ورائحة الأعياد، سابحة في أعماق التاريخ، مالحة بطعم الشواطئ المحروسة، وعتيقة بعراقة شوارعها. عارفين الكلام المنمق ده والمظبوط قوي ده عن إيه؟ عن أكلة مصرية أصيلة بتتصدر سفرة المصريين دائما في أول أيام عيد الفطر المبارك، ووجبة أساسية في عيد شم النسيم، إنها بلا فخر وجبة الفسيخ. بس يا ترى هو إيه تاريخ الفسيخ وليه دايما مرتبط بشم النسيم؟ بدأ توثيق قصة الفسيخ مع المصريين تحديدا مع الأسرة الخمسة، فبتشير الوقائع التاريخية بأن المصريين كانوا بيحتفلوا بعيد الشم أو شم النسيم بتقديم الأسماك المملحة والمجففة كقرابين للآلهة داخل المعابد. وهناك بعض الأقوال بأن المصري القديم احتفل بعيد الشمو أو شم النسيم في عصر ما قبل الأسرات أيضا عن طريق تقديم الأسماك المجففة كقرابين للآلهة. يعني الفسيخ معانا من زمن الزمن، من عصر ما قبل الأسرات أو حتى بقليله مع الأسرة الخمسة، يعني ليه تاريخ طويل. محدش يجي يقول لي ما بحبش الفسيخ، ده أساسي عندنا. وهناك بعض الوثائق التاريخية اللي بتأكد أن المصري القديم هو أول من أكل الفسيخ، وكان بيتناوله قبل البدء في بناء الأهرامات، وعصر بناء الأهرامات بدأ مع الأسرة الثالثة، وده لاعتقادهم بأنه بيمنحهم القوة والطاقة. معرفش ازاي، أكيد ما كانش بياكل بصل، بس اللي دل هذا الكلام فبيدل على أن وجبة الفسيخ هي وجبة من ضمن وجبات المصري القديم الأساسية اللي كانت موجودة من ضمن تراث وأكله في عصر سواء الأسرات أو حتى في عصر ما قبل الأسرات، وده الرأي الأرجح. ومن خلال النقوشات اللي موجودة على جدران المقابر بنعرف أن المصري القديم استخدم أنواع مختلفة من الأسماك، كان أشهرها البوري والبلطي والشباط، مما لا شك فيه أن أكلة الفسيخ كده أكلة مزاج وروقان، حتى وإحنا بنصنعها بيكون مزاج وروقان. كمان المصري القديم لما كان بيصنع الفسيخ كان بيتفنن في تصنيع صناعة الفسيخ، وما كانش بيفسخه في أي حتة، لا ده كان ليه أماكن معينة ومخصصة شبيهة بالورش اللي هي موجودة في عصرنا الحالي باسم الفسخين. بيتضح لنا الكلام ده من النقوشات اللي موجودة على مقبرة الوزير رخميرة في الأسرة ال18، ومن بعد كده استمرت صناعة الفسيخ في الورش، ومن بعدها انتشرت إلى البيوت، وبعدها انتشر في مصر كلها الستات والفسخاني بيعملوا الفسيخ. وبيذكر لنا المؤرخ المصري أحمد أمين الطباخ في موسوعته قاموس العادات والتقاليد والتعبير المصرية الصادر سنة 1953 جملة حلوة قوي عن الفسيخ، فبيقول: كثيرا ما تجد فلاح ماشي في الطريق بيده اليسرى فسيخ وبيده اليمنى رغيف، يكتب من هذا قطعة ومن ذاك قطعة، وتحب النساء كثيرا ونساء المدن يصلحونه بوضع الزيت والخل أو زيت وليمون عليه. ده اللي بيحصل موجود. أما عن سبب تسمية الفسيخ باسمه فسيخ فبترجح المصادر اللغوية والمعاجم العربية إن عند إضافة الملح على السمك وتغزيله لفترة طويلة بيتسبب في تفكك الأنسجة عن العظم، فأي تتفسخ الأنسجة، وكلمة فسيخ فهي بتعني شديد التفسخ أو شديد التفكك. وهناك رواية أسطورية عن سبب تسمية الفسيخ باسم الفسيخ، وبترجع الرواية لأن إحدى الطغاة طلب مجموعة كبيرة من الأسياخ الحديدية اللي هيستخدمها لطهي طبق جديد من أسماك البوري، ولأنه كان بيطبخ لعدد كبير من الناس فاستعان بحوالي 1000 سيخ، ومع مرور الوقت اندمجت الكلمتين مع بعض وأصبحت فسيخ. تعالوا بقول لكم على أشهر محافظات بتنتج الفسيخ في مصر. أول وأقدم مدينة في التاريخ عرفت صناعة الفسيخ هي مدينة إسنا بالأقصر، وكانت بتستخدم قشر البياض لصناعة الفسيخ، وفي العصر البطلمي كان رمز المدينة السمك المجفف. كمان هنلاقي من ضمن المدن الشهيرة بصناعة الفسيخ مدينة باسيون في الغربية، ودي بتتميز بالجودة والأسعار المنخفضة، وكذلك عزبة البرج في دمياط اللي بتتميز بالخلطة السرية المختلفة، ده غير الفسيخ بتاعنا بارو اللي في الدقهلية. انتوا بقى بتاكلوا فسيخ منين؟ ويا ترى بتاكلوا الفسيخ ولا لأ؟ اوعوا تقولوا ما بتحبوهوش، دي أكلة مصرية أصيلة في تاريخنا ما نقدرش نستغنى عنها.